السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حبيبات الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جبت لكم هذا الفيديو زوين ونتمنى يعجبكم. قبل ما نبداو ما تنساوش لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ان شاء الله. ودابا غادي نبداو على بركة الله. اليوم غادي نشارك معكم الطريقة ديال هذا الفول، كيفاش نحتفظوا به في الثلاجة باش وما كيضيعش ما كيضيعش، كيبقى غير هو بحال اللي درنا، بحال اللي عاد شريناه جديد. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. عندي هنا الفول نقيسو بحال هذا الشكل هذا. هانتوما تشوفوا درت هذاك الخضر بوحدو واللون الموف بوحدو. صافي غادي نجمعو هنا في الميكات ديال ميكات ولا نديروه في الطاسه بحال طاسه ديال الثلاجه. ما غاديش نغسلوه، ما غادي نديرو له حتى شي حاجه. كيف نقيناه غادي نديروه في الميكا كما كتشوفوا. صافي غادي نجمع هاد الفول ديالي كامل في الميكات. صافي راني غادي نسد عليه دابا بحال هاد الشكل هذا. بغيتو ديروه في الميكات بحال هاد الشكل ديروه، بغيتو ديروه في الطاسات ديروه بحال. هانتوما غادي نولي نجمع هاد الفول الخضر. بغيتو تخلطوه خلطوه، انا درت كل واحد بوحدو. حتى لا خلطوه ماشي مشكل. وهاد الطريقه راها ناجحه 100%، ما كتضيعش، راني مجربتها. صافي راني ساليت دابا. صافي غادي نسد الميكات ديالي كاملين كما قلت لكم، ما ندير لهم حتى شي حاجه، غير نقيوه. صافي نديروه ديريكت في الميكا ونسدوه ونديروه في الثلاجه وكيبقى مده طويله. ملي كنحتاجوه كنجبدوه ونغسلوه. نجبدو غير القياس اللي بغينا نديروه ونجبدوه ونغسلوه صافي ونديروه نطيبوه. كيجي زوين في المذاق. وهاد الطريقه كنديروها حتى للجلبان واللوبيا. حتى الجلبان كنقيوه وكنديروه ما نغسلوش ونديروه في الميكا صافي ونديروه في الثلاجه حتى هو بحال اللوبيا. فكره زوينه ملي كيكون بحال دابا الفول راه كيخرج وكيبقى فيه غير هاد الحبه، يعني ديك القشره الفوقانيه ما تبقاش صالحه، كتكون قاصحه. كيبقى غير هاد الحبات كتكون زوينه. صافي نديروه في الميكا بحال هكا، نديروه في الثلاجه صافي. وكما قلت لكم ملي نبغيو نحتاجوه نجبدوه